الدربي رقم 137 بين الترجي والإفريقي ينتهي بانتصار مثير جدا لفريق باب جديد النادي الإفريقي. هدف القناص ورجل المباراة حمدي العبيدي. نبيل معلول مدرب الترجي الرياضي التونسي دخل اللقاء بالتشكيلة المعتادة للفريق 4-3-3 مع غياب نجم الفريق الليبي حمد الهوني بداعي الإصابة وتعويضه باللاعب رشاد العرفاوي. سعيد السيبي دخل بالتشكيلة المثالية لفريق باب جديد 4-3-3 بعد الحضور البارز لنجم الفريق الأول اللاعب زهير الذوادي اللي جميع تحدث على غيابه بعد تعرض ابنه لوعكة صحية حادة. نتمناه الشفاء العاجل لابن اللاعب القدير زهير الذوادي. الحكم الموريتاني عبد العزيز بو للأمانة كان متميز جدا ولم يؤثر على نتيجة اللقاء ما عدا في آخر المقابلة احتجاج من قبل لاعبين الترجي الرياضي التونسي وتلقي بطاقة حمراء للاعب المدافع ياسين مرياح. الإفريقي دخل اللقاء بقوة منذ البداية منذ دقيقة 20 وكان قريب من افتتاح النتيجة عن طريق المهاجم خطير جدا علي العمري. حمد الهوني غيابه كان واضح على خط هجوم فريق الترجي الرياضي التونسي اللي للأمانة ما كانش في نهاره. دخول حمدي العبيدي في الشوط الثاني قلب الموازين في الديربي. بالمناسبة أصبح حمدي العبيدي مسجل أول أهدافه في الديربي وهذا الهدف يعتبر ال 126 للإفريقي في ديربي العاصمة. جماهير النادي الإفريقي صنعت الحدث في مدارج ملعب رادس اليوم بلوحتين من عالم آخر على طريقة النجم العالمي بيكاسو. المرتبة الثانية للإفريقي برصيد 14 نقطة في المقابل الترجي الرياضي التونسي في المرتبة الرابعة برصيد 11 نقطة. هل أثرت رزنامة البطولة على مردود الترجي الرياضي التونسي؟ وهل بالإمكان النادي الإفريقي ينافس هذا الموسم النجم الرياضي الساحلي على صدارة البطولة؟ تعليقاتكم شباب. لا تنسوا رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشتراك باش نوصلوا في أقرب وقت بإذن الله 100,000 مشترك. يا رب الأمنية تصبح حقيقة بإذن الله.